في اسكندرية وفي حي شعبي اسمه كوم الدكة، وبالتحديد يوم 17 مارس 1892 بيتولد سيد درويش البحر لعيلة بسيطة، بس كانت مصممة إن ابنها ياخد حظه من التعليم. عشان كده بدأ سيد درويش حياته بدري مع كتاب حسن حلاوة، واللي فيه بدأت ودنه تتكون مع مقامات التلاوات من الشيوخ ومن الأناشيد اللي من خلالها بدأ يعرف يعني إيه مزيكا، لدرجة إن مدرس الأناشيد سامي أفندي خلاه هو المسؤول عن تحفيظ زمايله الأناشيد. وساعتها كان سيد درويش عنده 7 سنين بس، وفي مصادر بتقول إن دي الفترة اللي توفى فيها والده. فضل تأثر سيد درويش بالأناشيد والموشحات مستمر خلال فترة تعليمه، واللي اتنقل فيها من الكتاب للمدرسة لحد ما دخل المعهد الديني، واللي يعتبر محطة مهمة جدا في تكوين ودن سيد درويش الموسيقية. ففي المعهد الديني اتعلم سيد درويش المقامات المستخدمة في تلاوات القرآن، وسمع شيوخ كتير كانوا كبار جدا وقتها، وبدأ يسأل بينه وبين نفسه هو ليه المقام ده أثر فيه أكتر من المقام ده، وليه الطريقة دي مختلفة عن دي، وليه الشيخ غير النغمة دي بالتحديد.